ازيكم؟ انا هاجر، فيديو جديد وقصة جديدة. صلوا على النبي ويلا نبدأ. قصتنا النهاردة رومانسية. قصتنا بتبتدي وهو بيزعق لأمه بكل عصبية بعد ما قالت له الاقتراح السخيف اللي قالته له. قلت لها دي لسه صغيرة، اتجوزها ازاي؟ كنت بتنفس بعصبية وانا مستنية تكمل كلامها. مسكتني امي من ايدي وقالت لي البنت عندها 18 سنة وانت عندك 30 سنة، يعني مش فرق كبير، فرق 12 سنة، وده مش فرق كبير قوي يعني. قلت لها فرق 12 سنة مش فرق كبير يا امي؟ حرام عليكي بجد. لا، انسي الموضوع ده مستحيل. وبعدين حرام، هي ليه تتجوز واحد زي لمجرد اني كنت جوز مريم اختها؟ انا عمري ما احب حد غير مريم، فهماني يا امي؟ مريم كانت كل حياتي، وان كان على مريم الصغيرة فانا ههتم بتربيتها كويس. صدقيني مش هتعبك معايا. حطت وشها في الارض وعيونها دمعت وقالت له الله يرحمها يا ابني، انا مش بقولك كده عشان تعبانه من مسؤوليه مريم الصغيره، يعلم ربنا دي بنت ابني وبنت مريم بنتي اللي انا ما خلفتهاش، ودي حفيدتي اغلى ما عندي. بس برضو البنت محتاجة محتاجة حد يرعاها أكتر من كده ويهتم بيك أنت كمان، ومفيش أحسن من زهرة. قلت لها حرام عليكي يا أمي، دي صغيرة، هتدفن شبابها مع واحد زي إزاي؟ وبعدين ليه تاخد حد ما بيحبهاش يا أمي؟ لا مستحيل، بنتي مش محتاجة حد، أنا هبقى ليها الأب والأم، ولو حصل واتجوزت هتجوز واحدة بنفس ظروفي، مش هظلم حد أنا. وساعتها قمت ورحت لأوضة بنتي وعيوني كانت مدمعة وأنا ببص لمريم اللي كانت نايمة، مريم اللي جزء مني وجزء من حتة من قلبي، مراتي الله يرحمها. مريم دي كانت كل حاجة في حياتي لحد ما ماتت وهي بتولد مريم بنتي. وقتها الدنيا اسودت في وشي، كنت حاسس ان الدنيا كلها ضيقة عليا جدا. وقتها ما قدرتش استحمل وفعلا كنت هتجنن لولا امي اللي وقفت معايا. وبعدين فقت عشان بنتي وعشان اعرف اربيها، وكان الموضوع اصعب بكتير. وانا طبعا رفضت اني اجيب مربية، وامي رغم تعبها كانت بتساعد معايا، وحتى زهرة وحماتي بيحاولوا على قد ما يقدروا انهم يساعدوا. بس الوضع ما كانش احسن حاجة برضو بالنسبة لمريم، عشان كده بيزنوا عليا عشان اتجوز، وبيزنوا بقالهم شهر. وطبعا زهرة هي المرشحة الأولى. حاولت أفهمهم كتير إن زهرة صغيرة وهظلمها، محدش راضي يفهم أبدا. شلت بنتي وأنا بحضنها وبفكر إني أكيد هقدر أراعيها من غير ما أظلم حد معايا. المهم رحت شغلي في كلية آداب لأني دكتور هناك، وبدأت محاضراتي، وطبعا سبت مريم عند أمي. خلصت محاضراتي ولسه هركب العربية لقيت حماية بيتصل بيا. بصراحة كنت مستغرب قوي، بس رديت عليه وقال لي إن هو محتاج يقابلني ضروري جدا. المهم فعلا اتقابلنا، وكنت قاعد بشرب قهوة بتاعي وحماية جه وقعد قدامي بتوتر. قلت له عمي أنا ابنك، تقدر تقولي اللي انت عايزه. بصلي وقال لي اللي هقوله ده ما يطلعش بره أبدا، ولا حتى لمراتي وزهرة. توعدني بكده؟ قلقت شوية بس قلت له أوعدك. المهم بعد ما قابلت حماية واتصدمت من اللي هو قالهولي، رحت بيت أمي عشان أخد مريم بنتي، وقلت بكل هدوء أمي أنا موافق إن أتجوز زهرة. قالت لي بجد يا آسر؟ أنت بتتكلم جد يا ابني؟ قلت لها أيوة يا أمي بتكلم جد، اتصلي بحماتي وقولي لها واعملوا التجهيزات اللي انتوا عايزينها. وبعد كده ودعتها واخدت بنتي ومشينا. عرضت عليا اني ابات عندها النهارده بس انا رفضت، كنت عايزه اقعد لوحدي شويه، كنت عايزه افكر في الحاجه اللي انا هعملها. يا ترى هظلم البنت دي معايا ولا هكون بعمل لها جميل وبحميها؟ بصراحه كنت محتار، بس سلمت امري لله واخدت بنتي ورحت عملت لها الرضعه وشربتها لها، وبعدين بدات انيمها. كنت باصص لها وانا مبتسم، كانت شبه مريم بالظبط، جميلة زيها بنظراتها البريئة، تقدر تسرق قلب أي حد. كان قلبي بيتعصر من الألم وأنا بفتكر مريم، بفتكر إنها كانت الست المثالية بالنسبة لي، إنسانة متفاهمة حبتني من غير شروط، كانت بتفهمني من نظرة عيني، عمرها ما زعلتني ولا اتخانقت معايا، عيشتني أجمل أيام حياتي. وأنا طول عمري هفضل فاكر الأيام دي، رغم إن حياتنا كانت قصيرة جدا مع بعض، بس هتفضل أيامي معاها دي أجمل أيام أنا عشتها. المهم مريم الصغيرة نامت وأنا رحت نيمتها على سريرها، وبعد كده طلعت الأكل وبدأت أجهزه عشان أتعشى أنا كمان. وبعد نص ساعة كنت قاعد على السفرة، كنت باكل بالعافية، باكل عشان أعيش، بس الأكل كان بينزل معدتي كأنه نار، وكأن الحياة من غير مريم ما بقتش حياة. المهم عند زهرة في البيت أمها قالت لها مبروك يا بنتي، وكانت طايرة من كتر الفرحة وبتحضنها كمان. قالت لها إن أم آسر اتصلت بيا وقالت إنكم خلاص هتتجوزوا. زهرة اتوترت رغم إنها مقتنعة إنها الوحيدة اللي هتقدر تراعي مريم الصغيرة، وإن الجوازة دي
عشانها. بس آسر بالنسبة لي كان مجرد أخ، ودلوقتي هو هيبقى جوزي. بس رغم كده ما أقدرش أرفض لأني مضطرة أوافق. المهم مرت الأيام وبدأت تجهيزات الفرح. كانت كل حاجة بتتم بسرعة قوي، وقلنا إننا نعمل الأول مجرد كتب كتاب عشان مريم لسه متوفية من كام شهر بس. وأنا طبعا وافقت بعد ما شفت رأي زهرة الأول، وهي وافقت. كنت عارف إنها زيي مغصوبة على الجوازة دي، بس ما كانش فيه في إيدي حاجة أعملها، عشان كده سكت وأنا بوعد نفسي إني أحمي زهرة وأدعمها كمان. المهم كتبنا الكتاب وبدأت الزغاريد تعلى. كانت زهرة لابسة فستان لونه حلو قوي وقاعدة بعيد وهي بتفرك إيديها في بعض، وكانت متوترة قوي. حبيت أطمنها لكن ما كنتش عارفة أقول لها إيه. خلصت حفلة كتب الكتاب وروحنا البيت. أمي ساعتها أصرت إنها تاخد بنتي عشان ناخد راحتنا في البيت. المهم وصلنا ودخلت الأوضة اللي زهرة كانت قاعدة فيها. كانت لسه قاعدة على السرير مكانها وبتفرك إيديها بتوتر. كانت باصة على إيديها وجسمها كله بيترعش. قلت لها بكل هدوء ما تقلقيش، أنا عارف إن الجوازة دي غصب عنك عشان خاطر مريم الصغيرة وعشان خاطر تعرفي تراعيها، وأنا عمري ما هنسالك الجميل ده يا زهرة. وأوعدك إن وقت ما تقرري تشوفي حياتك أنا أول واحد هدعمك. وبعدها أخدت بيجامة من الدولاب وقلت لها نامي انت هنا وانا هنام في الأوضة التانية، واقفلي الأوضة لو حابة تطمني أكتر. وبعد كده سبتها ومشيت. المهم زهرة رفعت راسها وابتسمت بامتنان وقالت بصوت واطي: وانا عمري ما هنسلك الجميل ده، انا عرفت من بابا السبب اللي خلاك تتجوزني. أخدت نفسي ونمت على السرير وكنت ببص في السقف. كنت بفتكر لما أبويا حكالي على السبب إصراره على إني أتجوز آسر. أنا كنت فاكرة إن ده عشان مريم، لكن غير مريم كان في سبب تاني، والسبب كان عشان يحميني. غمضت عيني وانا بفتكر قبل كتب الكتاب بيوم كنت قاعدة على المكتب بذاكر، عشان الأيام اللي فاتت غبت كتير قوي عن الكلية عشان تحضيرات الفرح، وده اللي حاولت أقنع نفسي بيه. بس أنا أصلا انقطعت عن الكلية من بعد ما عرضوا عليا إني أتجوز آسر. ما كنتش هبقى مرتاحة وأنا مع آسر في مكان واحد، وخصوصا إن هو الدكتور بتاعي وبيديني محاضرات. كنت أحيانا بحضر كل المحاضرات والمحاضرة بتاعته لأ. بس بعدين بدأت أغيب خالص، وطبعا اتراكم عليا حاجات كتير قوي كنت بحاول أخلصها قبل ما أدخل في متاهة تانية خالص، واللي هي جوازي منه. بصراحة شك إني ممكن أنجح السنة دي. اتنهدت بتعب وفجأة صوت الباب خبط وقفني عن اللي أنا كنت بعمله. قلت اتفضل، وبابا دخل وعلى وشه ابتسامة وكان متردد. ابتسمت له أنا كمان عشان أطمنه. جاب كرسي تاني وقعد جنبي. قال لي: أنا عارف إني ضغطت عليكي عشان تتجوزي آسر، وعارف كمان إنك شايفة إن ده ظلم ليكي. قلت له بكل هدوء: ولا يهمك يا بابا، أنا فاهمة كل حاجة. لازم نيجي على نفسنا عشان مريم الصغيرة، هي محتاجة الأم دلوقتي، وأنا هعمل كل اللي هقدر عليه معاها. قال لي: أيوة، بس ده مش السبب الوحيد إني أطلب منك إنك تتجوزيه، بس عارف إن آسر هو الوحيد اللي هيحميكي. بصيت له وأنا محتارة وقلت له: أنا مش فاهمة حاجة يا بابا، أنت قصدك إيه؟ قال لي: اللي حصل يا بنتي واللي ما حبيتش أقوله ليكي ولا لأمك كمان، إن من فترة اتقدم لك جابر. تنحت وقلت له: جابر؟ جابر البلطجي اللي في شارعنا ده؟ قال لي: أيوة، بس أنا رفضت وهزقته، وهو قال إنك بالعافية هتكوني ليه. فكرت أبلغ الشرطة، بس أنا كنت عارف إن هما مش هيقدروا يعملوا حاجة، خصوصا إن مفيش دليل أو من غير ما يكون حصل ضرر. عشان كده آسر هو الشخص المناسب عشان يحميكي منه. أنا مش عارف واحد مجرم زي ده ممكن يعمل فيكي إيه، عشان كده فكرت أخرجك من هنا عشان ما يأذيكيش. سامحيني يا بنتي، بس أنا ما كنتش بفكر في حفيدتي بس، فكرت فيك انت كمان. حضنت بابا وحاولت أهديه. قلت له: أنا مش زعلانة يا بابا، انت أكيد عملت الصح، وهو ده السبب اللي خلى بابا يعمل كده. المهم غمضت عيني ونمت وأنا مطمنة. لأول يوم عدى بخير. المهم تاني يوم جات لنا العيلة عشان تبارك لنا في الصباحية، وجابوا مريم معاهم. وأول ما ماما جابتها حضنتها جامد قوي، كانت وحشاني بجد. فضلت بلاعب بنتي وأنا مش داري بكل الكلام اللي حواليا. وبعد شوية أخدتني أمي على جنب وقالت لي: ها، طمني يا ابني. بصيت لها بحيرة فقالت لي: بقول لكم إيه، ما تستهبلوش، لا أنت راضي تتكلم ولا زهرة كمان راضية. إيه اللي حصل امبارح؟ بقت مراتك رسمي؟ اتعصبت وقلت لها: أمي، زهرة مراتي، واللي يحصل بينا مش هيطلع بره لحد، دي أسرارنا إحنا وما ينفعش تعرفيها. قالت لي: يبقى ما حصلش حاجة، بس خلي بالك يا دكتور يا محترم، انت كده ظالم لانك مش بتدي البنت حقوقها وهتتحاسب قدام ربنا. قلت لها وانا صبري نافذ ومتعصب: انت عايزاني اعمل ايه دلوقتي؟ قالت لي: تخليها مراتك رسمي، ده حقها عليك.
مستعدة تتحاسب على الذنب ده يا دكتور؟ قلت لها وانا قلتلك ما تتدخليش في اللي بيحصل بيني وبين مراتي. كلامي مفهوم يا ماما؟ كلامي ليها كان تحذير، وهي سكتت عشان كانت عارفة ان انا جبت اخري خلاص، واتعصبت. عشان كده غيرت الموضوع بذكاء. جوازي من زهرة ليه أسبابه، وأنا مستحيل أظلمها معايا، دي واحدة صغيرة تستاهل واحد من سنها، ومينفعش تدفن نفسها بالحياة معايا. المهم مشيوا أهلنا وسابوا مريم معانا. كنت شايلها وببوسها، وحشتني في الليلة اللي غابت عني فيها. كنت حاسس طول الليل إن جزء مني مش موجود، وده صحيح لأن مريم جزء من قلبي. كنت بلعبها وبضحك، كانت جميلة قوي وليها غمازات. ابتسمت زهرة وقربت وهي بتقولي اديهاني أكلها. ابتسمت واديتها البنت ونزلت عشان أصلي الظهر في الجامع. وبعد صلاة الظهر خرجت وكنت مروح على البيت، بس وقفت جنب سوبر ماركت وقررت أشتري شوية حاجات للبيت، لأن أكيد بقى معانا واحدة تالتة والوضع هيتغير في البيت. بصيت على الحلويات والشيبسي والآيس كريم اللي في السوبر ماركت وقررت أجيب حاجات حلوة ليها، كتر خيرها برضه، دي بتراعي بنتي. المهم فتحت الباب وانا شايل الطلبات، لقيت زهرة بترتب البيت. حطيت الحاجة اللي كانت في ايدي على السفرة وقلت لها دي شوية حاجات كده للبيت. جبت برجر وكفتة، حاجات نقدر نحمرهم وناكلهم، بلاش تتعبي نفسك وتطبخي الأيام دي، وكمان عشان دراستك مش هتكوني فاضية. بصيت لي زهرة وقالت لي أنا بفكر ما كملش دراستي. قلت لها بعصبية نعم يا أختي. قالت لي حاليا معايا مريم وصعب إني أروح الكلية واهتم بيها في نفس الوقت. قال لي مين قال ان هو صعب؟ دي حاجة بس انت عايزة تقنعي نفسك بيها. انا معاكي ومامتك معاكي وامي كمان معاكي وكلنا هنساعد، بس تعليمك اهم، فهماني؟ ومن الاسبوع الجاي هتداومي في الجامعة، فاهمة؟ قالت لي حاضر. قربت منها وقلت لها انا مش قصدي اضغط عليكي، بس تعليمك مهم وانا مش هحرمك منه بسبب بنتي. قالت لي انا اصلا شاكه اني مش هنجح، محاضرات كتير قوي فاتتني والامتحانات كمان قربت خلاص. ابتسمت وانا بطمنها، قلت لها ما تقلقيش وانا هساعدك. قالت لي شكرا، انا هروح اعمل لك الغدا. ولسه هتاخد الاكياس لقيت الشيبسي والايس كريم. بصيت لي بحيره وقالت لي مريم صغيره لسه على الحاجات دي. ضحكت وقلت لها انا مش عبيط عشان اجيب الحاجات دي لمريم، دول ليكي انتي. وشها احمر وهي بتاخد الحاجه ودخلت المطبخ. المهم مر اسبوع مع زهرة، وللامانه رغم صغرها الا انها كانت قد المسؤوليه. اهتمت ببنتي بشكل كبير وبيا انا كمان وبالبيت. شالت حمل كبير قوي عني لدرجة إني ما كنتش عارفة أودي جمايلها فين. كان آخر يوم في أجازتها والمفروض بكرة هتروح الجامعة. كنت قاعد بتفرج على التلفزيون لحد ما خرجت زهرة من أوضتها. كانت مرتبكة قوي وقربت مني. قالت لي بصوت هادي بما إننا هنروح الكلية بكرة فممكن ما تقولش لحد إننا متجوزين. قلت لها ليه عايزانا نخبي يعني؟ مش فاهم، مكسوفة مني مثلا؟ وهتتكسفي ليه وانا من الزواحف؟ ارتبكت شوية وبصت لي وقالت لي لا مش قصدي والله، بس ممكن تكون انت اللي مكسوف. ضحكت بصوت عالي على توترها ده. قلت لها طلعت انت من الزواحف. انت في ايه بينك وبين الزواحف يا ستي؟ بس قوليلي ايه المشكلة ان احنا نقول اننا متجوزين؟ ما تنسيش ان في دكاترة صحابي كتير جم كاتب الكتاب واكيد كله عارف دلوقتي. اخدت نفسها وفضلت تفرك في ايديها. طفيت التلفزيون وقلت لها مالك يا زهرة، في حد ضايقك؟ قالت لي انا خايفة من اصحابي في الكلية. قلت لها وانا كاتم ضحكتي ليه، هم هياكلوكي؟ قالت لي اصلك انت ما تعرفش، انت ولا صالح سليم بالنسبة لهم، بنات الدفعة كلهم بيتخانقوا عليك. ساعتها ما قدرتش اسيطر على نفسي وضحكت جامد جدا وقلت لها وانا بضحك يا ستي ما تخافيش انا هحميكي منهم. ابتسمت ولسه هترد مريم عيطت وجريت هي عليها عشان تجيبها، وجت زهرة بمريم وقعدت جنبي وهي بتلعبها. كنت ببص عليهم وانا مبتسم ومبسوط وبنتي خلاص في ايد أمينة. بس من ناحية تانية كنت زعلانة على زهرة اللي اتجوزت جوازة في الآخر بالشكل ده. زعلان لأنها اضطرت تضحي بأحلامها بسبب مريم وبسبب الجبان اللي بيهددها. المهم تاني يوم كنت شايل بنتي وبقول لزهرة يلا يا زهرة عشان ما نتأخرش، وساعتها طلعت وهي شايلة شنطة مريم وبتحط فيها علبة اللبن بتاعتها وقالت لي خلاص أنا جهزت كل حاجة يا آسر. بصت لمريم وقالت أنا زعلانة قوي إني هسيبها لوحدها وحاسة بالذنب كمان. قلت لها وتحسي بالذنب ليه؟ انت مش هتسيبيها في الشارع، انت هتديها لماما، وبعدين ده مستقبلك مش هينفع تهمليه، ويلا دلوقتي عشان ما تتأخريش. هزت راسها وطلعنا من البيت. وفي بيت أمي أخدت مريم وهي بتبوسها وتقولي اخصى عليك يا آسر، أسبوع بحاله ما شوفش فيه مريم، أنا زعلانة منك. إيه البت زهرة أخدتكم مني ولا إيه؟ زهرة ضحكت وقالت لها حقك علينا يا ماما، وهو يا ستي تقريبا هنجيبها كل يوم عشان خاطر الكلية. أمي بست مريم وقالت لها دي حبيبتي دي جيبيها وقت ما تحبي. بصت لنا أمي وقالت وهي بتلمح عقبال ما تجيبوا لنا أخ ليها بإذن الله. زهرة وشها أحمر وبصت للأرض.
وأنا بصيت لأمي بضيق فسكتت. المهم وصلنا الكلية وزهرة كانت خايفة تدخل، بس أنا مسكت إيديها ودخلتها معايا. كانت بتترعش جدا. بصيت لها وقلت لها ممكن تهدي، مش هياكلوكي جوه، ما تقلقيش. كان وشها أحمر من كتر الارتباك. قالت لي طيب ممكن تسيب إيدي؟ بعدت إيدي بسرعة عنها وقلت لها أنا آسف. المهم دخلت زهرة المحاضرة بتاعتها، واللي كانت أول محاضرة أنا هديها لها، وطبعا نظرات الطلاب كلهم كانت علينا، لكن أنا ما اهتمتش وبدأت أشرح. المهم خلص اليوم على خير، وكانت زهرة كمان خلصت محاضراتها، وأنا كان فاضل بس محاضرة ليا، وقالت لي إنها هتروح تاخد مريم من أمي، وأنا ساعتها وافقت. كانت زهرة ماشية في الطريق لبيت أمي، وفجأة حسيت بحاجة غلط، كأن حد ماشي ورايا. بصيت بسرعة لورا، لقيت جابر ماشي ورايا ومبتسم وبكل خبث. كان ماسك إزازة غريبة قوي في إيده، وقال لي مادام مش ليا مش هتكوني لغيري. رجعت لورا برعب وبصيت حواليا، لقيت الشارع اللي أنا دخلت فيه كان فاضي ومفهوش أي حد. بدأت أترعش وعيوني دمعت. كان جابر بيبصلي بخبث وبيقرب مني. قال لي هو أنت فاكرة إن جوزك هيحميكي مني؟ هاي حيلتها، إيه رأيك دلوقتي؟ أنا هشوه وشك عشان تعرفي تكوني لغيري إزاي. جسمي بدأ يترعش أكتر وفضلت أعيط وبص حواليا. بعدها قلت له لو سمحت أبوس إيدك، سيبني في حالي. قال لي مستحيل، بقى ترفضيني عشان آسر؟ أنا هخليه يقرف يبص في وشك مرة تانية. بصيت ورايا بخوف، وفجأة رفع جابر الإزازة عشان يشوهها، بس فجأة مسكت إيده الاتنين جامد، وأنا بزعق بصوت عالي قوي. قلت لها زهرة امشي من هنا بسرعة، وساعتها بعدت بس رفضت تمشي وفضلت واقفة تبكي، وأنا برمي الإزازة من إيد جابر وكنت بضرب فيه. المهم رحنا القسم، وكنت قاعد أنا وزهرة قدام الضابط، وجابر واقف ورانا وهو مضروب. بصيت له بقرف وبعدين بصيت للضابط، قلت له حضرتك أنا مش هتنازل عن المحضر. الحيوان ده اتهجم على مراتي وأنا مستحيل أتنازل، فياريت حضرتك تحرر المحضر عليه. وعايز كمان أضيف إن مراتي قبل ما نتجوز كان بيهددها، وحماية حاول يعمل محضر لكن محدش اهتم. يعني كان لازم حضراتكم تهتموا لما يحصل كارثة. افرض ما كنتش أنا هناك، كانت مراتي راحت فيها. صحيح كان كلامي حاد، وكنت عارف إن عصبيتي دي مش صح، بس موقفهم السلبي وفكرة إن زهرة كان ممكن يحصل لها حاجة كانت مضايقاني ومعصباني جدا. الضابط قال لي أنا ما أقدرش أحبسه من غير دليل ولا سكرينات حتى. يا دكتور آسر قدر وضعي، وأنا حاليا هرميه في الحبس يتربى، ولو حابب حضرتك أعمل محضر ويبقى بينكم محاكم براحتك، ولو حابب تعمل محضر عدم تعرض، ولو حصل وتعرض للمدام تاني وقتها هنظبطه كويس، وبرضه براحتك، ده حقك. قلت له أنا هعمل محضر إنه تهجم على مراتي، أنا مش هتنازل عنه أبدا. المهم خرجنا من القسم، وكنت حاسس بالغضب والذنب لأني سبتها تمشي لوحدها، ولولا إني في آخر لحظة قررت إني أروح وراها عشان قلقت عليها فجأة كان ممكن زهرة يحصل لها أي حاجة وحشة. المهم ركبنا العربية ورحت على بيت ماما. أخدت مريم الأول ورجعنا على البيت، ومريم لحسن الحظ نامت في الطريق. دخلت نيمتها في سريرها، وبعدين أخدت زهرة وخليتها ترتاح. قلت لها وأنا بطبطب عليها اهدي خالص، انتي في أمان، هروح دلوقتي أعملك حاجة تشربيها. رحت على المطبخ عملت لها ليمون ورحت عشان أديهولها. لقيتها نامت، غطيتها كويس وطلعت بره الأوضة. وبعد ما طلع فتحت عيني وابتسمت، لأن الأول مرة أحس بالأمان والسعادة. كنت حاسة إحساس غريب قوي وطايرة من الفرحة. المهم فات يومين وكان آسر بينيم مريم. قلت له هات انيمها أنا. ابتسمت لها واديتها البنت، وبعدها قعدت أريح ظهري شوية. لقيت زهرة خرجت وقعدت جنبي، قالت لي من غير مقدمات أنا عايزة أتنازل عن المحضر. اتعصبت وقلت لها يا فندم. قالت لي مامته جات لي وأنا كنت في بيت بابا، وكانت هتبوس رجلي ورجل أبويا عشان أتنازل عن المحضر. هي مش عايزاه يدخل السجن تاني. معلش يا آسر، هو ما يستاهلش، بس أمه حرام هتموت عشانه، وأنا مش هقدر أتحمل تأنيب الضمير ده. قلت لها والست الوالدة ليه ما ربتش ابنها بدل ما هي سايباه زي الكلاب على بنات الناس كده؟ زهرة ده كان هيموتك وانتي عايزة تسامحيه؟ انتي هبلة يا ماما. قالت لي معلش يا آسر لو سمحت، ده أول طلب ليا، وبعدين هنعمل محضر عدم تعرض. اتضايقت وقلت لها طيب خلاص نتنازل عن المحضر وأمري لله. أول ما قلت كده سقفت وفرحت قوي. قالت لي انت أحسن راجل في العالم كله، وبعدها حضنتني، وبعدها اتكسفت وتوترت قوي. قالت لي أنا أسفة قوي، وبعدت عني. كانت بتتنفس بسرعة قوي وهي مش قادرة تحط عينيها في عيني. قلت لها مفيش مشكلة، ما حصلش حاجة، يلا دلوقتي جيبي حاجتك وتعالي نراجع شوية عشان امتحاناتك قربت خلاص. هزت راسها وهي لسه وشها أحمر، وبعدين قامت بسرعة ودخلت تجيب حاجتها. وفضلت أحاول أفضي الأفكار اللي جت في دماغي، وأنا بحاول إني أقنع نفسي إن اللي حصل ده مجرد حلم
أو أي حاجة تاني مثلا، بس كان في حاجة جوايا بتعاندني قوي، كانت بتحطم الجليد اللي أنا بنيته حواليا. حاولت أطلع الأفكار دي من راسي، حاولت أفكر شوية بعقل. دي بنوتة صغيرة والحياة لسه قدامها وتستحق الأحسن دايما. وفي الأوضة زهرة كانت بتلف حوالين نفسها، وكان نفسها الأرض تنشق وتبلعها. ما كنتش مصدقة اللي هببته. فضلت أشد في شعري وأقول إيه اللي أنا هببته ده؟ إزاي أحضنه كده وبالشكل ده؟ إزاي أعمل كده؟ وبدأ قلبي يدق بسرعة غريبة. كنت حاطة إيدي على قلبي وعيوني مدمعة. ما كنتش عارفة أنا مالي بالظبط وليه بحس بكده. حاولت أقنع نفسي إن طبيعي أحس بخجل، بس ما كانش إحساس الكسوف بس اللي أنا كنت حاسة بيه. كان جوايا شعور تاني أعمق من كده، شعور مش عارفة أفسره أو مش عايزة أفسره. مسحت دموعي اللي نزلت وأخدت حاجتي وحاولت أسيطر على أعصابي، وطلعت من الأوضة ورحت قعدت جنب آسر عشان يساعدني في المذاكرة، وفعلا بدأ يشرح لي. المهم تاني يوم اتنزلنا عن المحضر وعملت محضر عدم تعرض، ومضى جابر عليه وخرج مع والدته، وخرجت أنا بسرعة وراه وزهرة ورايا. وقفت جابر وقلت له أنا سامحتك عشان خاطر زهرة والست الوالدة، لكن لو لقيتك قريب تاني من مراتي أنا هكسر رقبتك، مفهوم يا جابر؟ وساعتها هز راسه بخوف ومشي بسرعة. بصيت لزهرة ولقيتها مبتسمة، قربت منها وقلت لها الموضوع خلص خلاص ومش هيقدر يقرب منك تاني. قالت لي عارفة إن طول ما أنت معايا مش هيحصل لي أي حاجة وحشة. ابتسمت لها وقلت لها يلا عشان نروح نجيب مريم. قالت لي يلا. المهم مرت الأيام والأسابيع لحد ما كملنا أنا وزهرة 6 شهور مع بعض، وكانت خلصت أول سنة من الكلية بعد ما ساعدتها كتير ونجحت وجابت تقدير حلو قوي. وفي يوم خرجت أقعد مع أصحابي شوية وسبت زهرة ومريم في البيت. فجأة رن تليفوني، كانت زهرة بتتصل وبتقولي إنها خايفة تقعد لوحدها في البيت، خصوصا إن مريم نامت. ابتسمت وأنا بسمع صوتها اللي باين فيه الخوف. كان في جوايا دقات مزعجة بتزيد، دقات ملازماني بقالها 6 شهور، مشاعر غريبة أنا بحاول بكل طاقتي إن أنكرها، مشاعر مش من حقي أبدا أحس بيها. المهم سبت صحابي ورجعت البيت. فتحت الباب لقيت النور مقفول. فتحت النور وأنا مستغرب. قالت لي بابتسامة كل سنة وانت طيب. ضحكت وأنا بقرب من التورتة بسعادة زي الأطفال. من صغري وأنا بحب المفاجآت، بحب دايما حد يفاجئني بعيد ميلادي. قلت لها شكرا ليكي، تعبتي نفسك بجد. قالت لي انت تعبت نفسك عشاني كتير الأيام اللي فاتت، انت عملت معايا حاجات كتير ما كنتش أتوقعها، دافعت عني واهتميت بيا وبدراستي. قالت لي آسر انت، وبدأت أرتبك وقلبي بدأ يدق جامد قوي لما فجأة قالت لي أنا بحبك. وشي بهت وأنا بسمع كلمتها وضربات قلبي بدأت تزيد بطريقة عنيفة. ما كنتش قادر أتكلم ولا رد على اعترافها ده. السعادة اللي كانت في عينيها خوفتني. قلت بيني وبين نفسي لا 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 لا، ده غلط، المشاعر دي غلط، مشاعرها ليا غلط ومشاعري برضو ناحيتها غلط. دي بنت صغيرة ليها حق تعيش حياة أحسن من كده. مستحيل أكون أناني بالشكل ده ومستحيل أربطها بيا. كنت عارف إن مشاعري دي مش حقيقية أبدا، ده مجرد شعور بالامتنان عشان خاطر اللي عملته معاها. كنت عارف إن بعد وقت هتعرف إن المشاعر دي مش حقيقية، فكان لازم أوقف نفسي بأي طريقة. بصيت لها وقلت لها وأنا كمان بحبك، انتي زي أختي الصغيرة. صرخت بصدمة وقالت لي أختك؟ أنا مراتك يا آسر. أختك إيه بس اللي أنت بتقول عليها دي؟ حاولت أسيطر على نفسي وقلت لها أنت عارفة اتجوزنا ليه يا زهرة؟ جوازنا مش حقيقي، وقلتلك في الوقت اللي تحسي نفسك عايزة تنفصلي فيه وتشوفي حياتك مع غيري أنا ما عنديش مانع. قلت لها الكلام ده رغم إنه كان صعب عليا قوي، كان أصعب كلام قلته في حياتي. مجرد أصلا إنها تتطلق وتروح لغيري كان صعب على قلبي قوي، بس كان ضميري بيخليني أبعدها عني. مش ذنبها إنها ممكن تتورط معايا بمشاعر أكيد هتتغير بعدين وهتبقى هي الخسرانة في الآخر. لقيت دموعها بدأت تنزل. قلت لها ما تبكيش، انت تستاهلي اللي أحسن مني بكتير. قالت لي بس أنا عايزاك انت وبحبك انت، ايه المشكلة يعني؟ أنا حابة حياتي معاك وحابة مريم وهشيلها في عينيا، ايه المشكلة يعني يا آسر؟ قلت لها المشكلة ان دي مشاعر مش حقيقية، دي مراهقة، لما تكبري شوية هتفهمي ان المشاعر دي مجرد امتنان وساعتها هتندمي. مسحت دموعها وقالت لي هو انت ليه محسسني اني مراهقة؟ انا كبيرة وعارفة مصلحتي ومشاعري كويس قوي. قلت لها لا، انت مش كبيرة ولسه صغيرة وبيني وبينك عمر بحاله. قالت لي عمر ايه؟ هم 12 سنة. قلت لها 12 سنة فرق كبير، وكنت مصرة على رأيي جدا. قلت لها زهرة انت زي أختي
وهتفضلي كده، وما ينفعش تبقي أكتر من كده بالنسبة لي، ولا حتى هتبقي. رجعت لورا وهي مصدومة ووشها باهت. كنت عارف إني تجاوزت حدودي معاها، لكن ما كانش ينفع أديها أمل، وبعدين هي اللي هتندم وتقرر ساعتها تسيبني. فشفت إن أقتل المشاعر دي قبل ما تتطور، وبكده هيكون أحسن ليا. هي عياط مريم وحالة زهرة والصدمة اللي كانت فيها ساعتها سابتني وراحت تشوف مريم، وأنا انهارت على الكرسي. دمرت سعادتي بإيدي، ضيعت فرصة تانية ليا عشان أكون سعيد، بس ضميري ما كانش هيسمح إني أبني سعادتي على تعاستها هي. المهم تاني يوم صحيت من النوم لقيت زهرة قاعدة جنبي. قلت لها إيه ده، في إيه؟ قالت لي طلقني. قالتها بكل برود. قلبي وجعني ودق جامد. قلت لها نعم. قالت لي مش انت قلت لي وقت ما اكون عايزه انفصل واشوف حياتي هتطلقني؟ انا دلوقتي بقول لك طلقني عشان اشوف حياتي مع غيرك. قلت لها زهره ممكن تسمعيني وتهدي شويه؟ قالت لي انا هاديه ومش عايزه اسمع حاجه منك، كفايه اللي انت قلته امبارح، مش عايزه اسمع حاجه تاني اكتر من كده. قلت لها انا عارف اني جرحتك. قالت لي والله؟ طب كويس انك عارف، كويس انك عارف ان كلامك اذاني، كتر خيرك. قمت قعدت جنبها وقلت لها زهره انت غاليه عليا قوي والله، انا مش عايزه ازعلك، انت زي اختي. قطعتني وقالت لي انت كداب، انا ولا اختك ولا حاجه، ده كلام بتحاول تقنع بيه نفسك وانت ذات نفسك مش مقتنع. قلت لها مش مقتنع بايه؟ ابتسمت بسخريه وقالت لي انت مش مقتنع اني مجرد اخت ليك. كلامها ده هزني لثواني. قالت لي انا مش صغيره يا آسر، أنا بشوف الطريقة اللي أنت بتبصلي بيها، الطريقة اللي بتحميني بيها، وعارفة أنت ليه متردد كمان. أنت خايف تظلمني، بس أنا بقولك أهو أنت مش هتظلمني، بالعكس أنا لو بقيت معاك هبقى مبسوطة، وفرق السن ده مش مهم أبدا بالنسبة لي. سكت وما كنتش قادرة أتكلم. قالت لي ده اختيارك، وأنا ما أقدرش أجبرك عليا أكتر من كده. حتى لو كنت بتحبني أنا عمري ما أفرض نفسي على حد، حتى لو كان أنت. أنا رايحة البيت أهلي لحد ما تاخد قرارك، يا إما تتقبلني في حياتك يا إما تطلقني عشان أشوف حياتي. وما تقلقش على مريم، مريم بنت أختي، أختي اللي أغلى من حياتي، يعني بنتي، وعمري ما هتخلى عنها أبدا. وبعدها مشيت من قدامي وسابتني مشتت وسابتني حزين، والبيت فضي عليا. هي راحت وأنا بقيت لوحدي، ورجعت الوحدة أسوأ من اللي قبلها. عقابها كان صعب قوي، الدنيا ملهاش طعم من غيرها، بس كنت مستحمل عشانها، هي تستحق الأحسن. بس بعد ما مرت الأيام أكتر حسيت إني محبط قوي، الفراغ اللي في حياتي بدأ يزيد، حسيت إن في حاجة كبيرة قوي ناقصاني. والنهاردة قررت أغير جو وأخرج مع أصحابي. سبت مريم عند أمي ورحت عشان أقعد معاهم شوية، قلت يمكن ده يخفف الوجع اللي جوه قلبي. كنا قاعدين مع بعض وبنفتكر أيامنا سوا، أيام المدرسة. بس بعدين كل واحد من صحابنا بدأ ينسحب لما مراته تتصل بيه، وساعتها راحوا لعيلتهم وسابوني لوحدي. عرفت وقتها إني لو ما استغلتش الفرصة برضه هفضل لوحدي، لكن ضميري كان بيصارعني، بيقولي إني هظلمها، بيقولي إني لأول مرة هكون أناني، وأنا ما كنتش عايزة أبقى أناني معاها هي بالذات، هي ما تستحقش كده. المهم خلصت قعدتنا وروحنا. رحت عشان أخد بنتي، خبطت وأمي فتحت لي، بصيت لي بطرف عينيها وضحكت ضحكة غريبة قوي. قالت لي بنتك جوه، تعالى يا حبيبي. دخلت لقيت زهرة وكانت لسه هتمشي، وقفت قدامها بصت في الأرض وشها أحمر من الكسوف. أمي ضحكت وقالت أنا رايحة أعمل لمريم الرضع لحد ما تتفقوا مع بعض، وسابتنا ودخلت جوه. فضلت باصص لزهرة اللي فضلت باصة في الأرض، وقالت لي بهدوء ممكن تعديني؟ قلت لها لأ. قالت لي أنت عايز إيه؟ قلت لها المرة دي قررت إني أكون أناني، سكت ضميري وسمعت لقلبي، وعايزك ترجعي لي. قالت لي بعناد وليه أرجع لك؟ ارتبكت وما كنتش عارف أرد. كنت هقول إيه؟ ما كنتش عارف إن واحدة في السن ده تخليني أنا اللي أكبر منها أرتبك بالشكل ده، وأبقى مش عارف أرد قدام واحدة أصغر مني. فضلت ساكت وكنت ببصلها بقلة حيلة، كان نفسي إنها تفهمني من غير ما أتكلم حتى، بس هي كانت مستنية الرد ومصممة عليه كمان. قالت لي ما ترد يا آسر، ليه عايزني أرجع لك؟ إيه السبب اللي هيخلينا نكمل بيه مع بعض؟ قلت لها إنك بتحبيني، وكانت أغبى إجابة قلتها في حياتي، لأن وشها بان عليه خيبة الأمل. قالت لي للأسف عمرك ما هتتغير، وعدت من جنبي عشان تمشي. مسكت إيديها وقلت لها لأني بحبك، ويمكن أكتر من ما أنتي بتحبيني كمان. يمكن أكون أناني المرة دي إني أخدتك لنفسي، بس أنا اخترت المرة دي نفسي. أنتي روحي يا زهرة، ومش هكون مبسوط غير معاكي أنتي وبس. لما دخلتي حياتي رجعتي لي إحساس العيلة من تاني، اللي بموت مريم الله يرحمها ماتت معاها.
ومش مستعد أخسر العيلة تاني، والدفى اللي انتي حسستيني بيه مش مستعد أخسره تاني أبدا. رجعت زهرة وقفت قدامي وابتسامتها كانت منورة وشها. مسكت ايديها وهي مستنياني أكمل كلامي، ضغطت على ايديها جامد وقلت لها بعد ما مشيتي حسيت ان قد ايه انت مهمة قوي بالنسبة لي. فكرت كتير اجيلك واعتذر واطلب منك فرصة تانية، بس ضميري كان بيمنعني. كنت شايف انك صغيرة وانك تستاهلي فرصة احسن مني بكتير. كنت فاكر انك في يوم هتيجي وتندمي انك ما انفصلتيش عني، بس انا كنت كل يوم بتعذب وانت بعيدة عني. قررت اخاطر رغم خوفي انك هتندمي على قرارك ده. ابتسمت زهرة وقالت لي عمري ما هندم، وهفضل طول عمري معاك، وعمري ما هفكر سيبك بقى من مخاوفك الوهمية دي. ابتسمت وقلت لها مستعدة تمضي بالكلام ده؟ قالت لي مش فاهمة. قلت لها وانا بضحك يعني انا عايز امضاء رسمي انك مش هتندمي ولا هتسيبيني. مستعدة تمضي عشان اكون ماسك عليكي حاجة؟ ضحكت وقالت لي امضي وابصم كمان. مسكت ايديها وبوستها. قلت لها وانا مستعد امضي وابصم كمان ان عمري ما هسيبك ابدا، انا بحبك قوي يا زهرة حياتي. ضحكت وعيونها دمعت. قالت لي وانا كمان والله بحبك قوي. اخدتها في حضني وبعدنا عن بعض فجأة لما امي دخلت علينا، وساعتها امي زغرطت. زهرة بصت في الارض وشها احمر بقى زي الطماطمايه. ضمتها ليا تاني وانا بضحك. قربت امي مننا وهي بتقول اخيرا يا ولاد بطلتوا العبط بتاعكم ده، انا الفرحه مش سايعاني النهارده. ضحكت وانا بضم زهره بايدي اكتر وشلت بنتي بايدي التانيه، ودي كانت من اجمل لحظات حياتي، لحظه ان بقالي عيله من جديد. روحنا البيت وانا في اليوم ده كل امل اني هكون سعيد من اول وجديد. نيمنا مريم وسهرت انا وزهره على فيلم رومانسي، وفي اخر الفيلم لقيت زهره نامت على كتفي. بوست راسها وقلت لها قدرت تدوبي الجليد اللي جوايا واديتيني امل اعيش سعيد ومرتاح مره تانية. انتي ملاك يا زهره. ابتسمت وهي نايمه وقالت لي وانت كمان. ودي كانت بدايه لعيله سعيده ليا. بس كده انتهت قصه النهارده، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامه.